السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا جميعا بألف خير نتوما وكل عزيز على قلوبكم. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. اليوم ان شاء الله كما شفتوا في العنوان غادي نهضر على واحد الموضوع فايت هضرت عليه من قبل وتنذكروا في بعض الفيديوهات، وبغيت البنات يفهموه ويعرفوا كيفاش يديروه، يفهموا بعد المبدأ ديالو باش الا بغاو يطبقوه حتى هو اساس من اساسيات الاقتصاد في الكوزينه وتيعاون بزاف. وكاين بزاف ديال السيدات اللي غاديين به بلا ما يخططوا ليه، تيجي واحد الشهر اللي تلقى راسها انها في شهر ابيض لانها تتكون غاديه مزيان في المصروف ديالها. يعني تتبع واحد النظام اللي هو زوين ومعتدل، نظام اللي عادي، ماشي نظام اللي عشوائي، يعني منظم ماشي عشوائي. وتتلقى راسها انها دايره الشهر الابيض. وصراحه وقعت لي شحال من مره انا من خلال ستوك ومن خلال ديك التقديه اللي تنبقى نتقدم، مثلا تنعاون واحد الشهر بان لي بان بغيت نزيد فيه واحد التقديه تنزيدها، ولا شي شهر تنتقدى تقديه ديال شهرين وتتبداي غادي على هذا النظام، تتلقاي راسك ان واحد الشهر راه ما تتقداي حتى حاجه، يعني تدوزيه شهر ابيض. ونبداو من الاول ان شاء الله نشرحه. وهذا الموضوع هذا كان تحت طلب واحد الاخت اللي هي وفيه بزاف للقناه ديالي ملي بديت تنهضر هادشي ديال الاقتصاد، وهي متابعه معايا ووفيه دائما. يعني الاغلبيه تتكون في التعاليق يعني وتتساند وتدعم، تنشكرها بزاف. المهم نهضروا على هذا الموضوع هذا لان بزاف ديال البنات ما تيهضروش عليه، يعني تيبينوا بانهم اشنو داروا في داك الشهر الابيض، ولكن باش يهضروا عليه كاساس من اساسيات الاقتصاد ما تنظن انا انهم ما تيشرحوش بشكل كافي. نتمنى انني نشرح لكم مزيان في هذا الفيديو هذا وتفهموه، ولا بغيتوا تفهموا الحاجه اكثر خصكم تطبقوه، هذا هو الاساس. المهم بالنسبه سميتو غنهضر لكم على الموضوع، ودرت لكم هاد الواجهه هذه باش ما تكونش يعني صوره ممله. المهم بالنسبه للشهر الابيض، الشهر الابيض هو واحد الحاجه اللي ربما تتكون نقدر نعتبرها نتيجه لواحد الخدمه تتكون في واحد المده معينه. يعني الشهر الابيض باش اننا نوصلوه خاصنا نديروه في الحسبان، يعني نديروه اولا في الدماغ ديالنا ونديروه كهدف، وهو تيكون في نفس الوقت نتيجه لبزاف ديال التصرفات في المطبخ ديالنا ومع الميزانيه ديالنا باش نوصلوا ليه. يعني هذا الشهر الابيض يا اما تيكون فقط في المصروف ديال المطبخ كما تندير انا لانني فقط مكلفه بالمصروف ديال المطبخ، وممكن انك ديريه في الماندا ديالك كامله ديال الزوج ديالك او ديالك وديال الزوج ديالك، وتتوصلي لواحد النتيجه وتتكون هذيك اطول في المده. يعني اللي تيكون بغى يدير الشهر الابيض في الماندا ديالو وفي المصاريف ديالو كامله ديال الدار فتياخذ شويه ديال الوقت، ولكن تيجي واحد الشهر اللي ما تيصرف فيه والو. وكاين شي سيدات اللي تيديروه اكثر من مره في العام، خصوصا ديال المطبخ تتكوني غالبه عليه وتتكون شحال من حاجه ممكن تساعدك. بالنسبه لهداك ديال الماندا كامله ممكن ديريه الا درتيه 2 مرات في العام راه تتكوني درتي واحد الانجاز كبير. بزاف ديال السيدات الموظفات داروه ونجحوا فيه وعاونهم بزاف، وداك الشيء اللي كان عندهم في الشهر الابيض يعني حققوا به بزاف ديال الاحلام اللي كان صعيب انها تحققها في هذيك المده. هذا هو الاساس. يعني راعي هذاك الفلوس ديالك نقدر نعتبروه تنتحايلوا عليها، يعني تتعرفي كيفاش تتعاملي معاها، هي راه نفس المبلغ نفس كل شيء، وتتحققي بها واحد الهدف اللي تيخليك انك تحققي اهداف اللي كان ممكن ما تحققيهاش ديك الوقيته. كاين اللي تيدفع يشري طوموبيل، كاين اللي تيدفعي يبغي يشري دار، كاين اللي تتبغي تفرش دارها من الاول حتى الاخر. زعما ممكن ان تحقق بها اهداف كبيره، خصوصا اللي تتكون عندها الماندا
الشهريه ديال الزوج ديالها وديالها. المهم كيفاش تيكون هذا الشهر الابيض غنهضر لكم انا في المطبخ، وممكن انكم تطبقوها على الماندا ديالكم. يعني في المطبخ يعني تديري في راسك بغيتي ديري الشهر الابيض مثلا في واحد الشهر، اشنو تديري؟ تتبقاي تتبلاني ليه. اول حاجه خص يكون عندك ستوك. الا بغيتي يسهلوا عليك الامور على الاقل يكون عندك ستوك ديال شهرين. حنا غادي نمشيو للمينيموم، يعني يكون عندك ديال هذاك الشهر اللي تتسالكي، ويكون عندك شهر زايد. وتتبداي يعني تتبداي ديري مثلا داكشي ديال المجمد. اكيد راه هو ماشي كاين في ستوك على المواد الغذائيه ومواد التنظيف. يكون عندك في المواد الغذائيه ديال الهري، داكشي ديال الهري تناخذو من الهري، ديال داكشي ديال الكوتيات. تيكون عندك في المواد ديال التنظيف داكشي ديال المهم مواد التنظيف راه داخل فيها بزاف ديال الحاجات. وايضا خصك تخدمي على المجمد. يعني المجمد ندير فيه الحاجات اللي تتاخذ ليا الفلوس كثر. بحال دابا انا المعجون ديال الطماطم استغنيت عليه دابا شي 3 سنين، ما بقيتش نستهلكو نهائيا، ما بقيتش نشريه نهائيا. قليل 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 في الوقيته فاش كانت غلات مطيشه وقلالت وهذا صافي. هذيك الوقيته فاش كنت خديت واحد الحك صافي، من تما ما بقيتش خديته. يعني خديته مضطره وصافي. من تما يعني ما عمرني اضطريت انني ناخذ شي صلصه ولا معجون ولا هذا. دائما تنصايبه في الدار. هذه حاجه لان داك الحك راه تنشريو 25 درهم ولا 26 درهم، وتزيدي عليه داك الصلصات الاخرين وهذا. يعني في بلاصه ما تشري هذيك الصلصه راك تصايبيها وتشري في بلاصه شي اخرى. ندير مثلا داكشي ديال القزبر معدنوس، ندير الفلافل، ندير مثلا ديك اللوبيا الخضراء، الملوخيه. ما نكثرش وما نديرش دوك الاشياء اللي تتبقى كاع العام وتتكون رخيصه. ندير دوك الاشياء اللي عارفه انها تيجي واحد الوقت تتغلى بزاف. بحال اللوبيا الخضراء تقدر توصل حتى 30 درهم، واحد الوقيته توصل مثلا 5 دراهم. يعني كاين فرق كبير. بحال داكشي نقدر نخزنو، مش نخزن اي حاجه. فلفله الملونه هي اللي تتغلى، هي اللي نخزن. الخضره ما كاينلاش نعمر بها المجمد. وغادي هكاك يعني نكون ذكيه ونعرف شنو الحاجات اللي الا خزنتها غادي تنفعني. ما كاينلاش نعمر الثلاجه باشياء اللي ما تنفعنيش. هذه من ناحيه الخضر. كاين تيجمد شويه ديال الفواكه، كاين. انا تنبعد على هذه النقطه هذه ديال الفواكه. تنفضل ان الفاكهه اللي عندي هي اللي ندير بها العصير قليل. بعض المرات كولا لافوكا ولا الا كانت بكميات كثيره وخفتها تخسر تنجمدها بطبيعه الحال. المهم بالنسبه للحاجه اللي مهمه اللي غادي تنفعك الا بغيتي دير هذا الشهر الابيض، ستوك ديال اللحوم. مثلا الدجاج واللحم والهبره مثلا ديال بيبي، الكفته. كاين اللي تيشري، انا ما تنشريش هذاك الشيء لان ما تيتكالش ليا. الكرشه، الكرعين، لحم الراس. المهم داك الشيء اللي مولفه تشري ديري بعين الاعتبار بان غيجي واحد الشهر اللي خاص يكون عندك داك الشيء واحد الشهر زايد، لانك ما غتشري حتى حاجه من هذوك المواد. يعني ملي غادي ديري ستوك ديالو في واحد شهرين 3 شهور ولا ديال 4 شهور، خصوصا الدجاج فاش تيرخاص ولا اللحم ايضا ممكن ديري ستوك لاي حاجه ممكنه. والاسماك بطبيعه الحال تنشريوها في الوقت ديالها. يعني هادو هما اللي تركزي عليهم، دوك الاشياء اللي تيديو لك واحد المبلغ كبير من الميزانيه ديالك هما اللي تركزي عليهم. داكشي ديال الهري، المواد الغذائيه، مواد التنظيف يكونوا متوفرين عندك، والستوك ديال المجمد. وبطبيعه الحال داك الاخر ديال داك الشهر اللي عليه غادي ديري الشهر الابيض، خاص يكون عندك البيض الكافي اللي غادي يكون يدوز لك هذاك الشهر. تكوني واخده كميه في الستوك ديالك ديال الحليب اللي غادي تكفاك. فهمتوا؟ يعني راه ماشي داك المواد غادي يتقادا ولا حنا نجمعوا في داك الشيء خفناه لا يتقادا. لا، راه انتي تتخططي باش واحد الشهر ما غتخسري فيه حتى حاجه نهائيا. بسطامك ما غاديش يتحرك. يعني غادي تمشي، غادي مثلا بغيتي ديريه مثلا في شهر 12، مثلا تتخططي لشهر 12. خاص فاش يدخل شهر 12 خاص يكون عندك اللحم ديال الشهر، وكاين تيكون عندها حتى اكثر، لان اللي تتعتمد هذا النظام ديال الستوك ودايره في البال ديالها وتتجمد دوك المواد اللي عارفه راسها تيغلى واحد الوقت وتيرخص واحد الوقت.
ضروري انها ملي غتبغي دير الابيض، الشهر الابيض غيجيها ساهل. وانا شحال من مره تلقى راسي شي شهر ما تنتقدا والو، يعني ما تنتقدا نهائيا والو، تنلقى راسي ما خاصاني حتى حاجه، قليل 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 تتكون خاصك شي حاجه بسيطه لانك ما خططتيش. اما لا خططتي تاني راه ما تاخدي حتى حاجه نهائيا، يعني يولي عندك اللحوم الكافيه ديال داك الشهر، كافياك ما كاينش تقشف، كافياك كما العاده كما مولفه تتوكلي وليداتك، عندك المواد الغذائيه ديالك الكافيه، عندك المواد ديال التنظيف، ما تضطريش انك تشري حتى حاجه نهائيا. الخضار، بالنسبه للخضار تيكون عندك داكشي اللي كافيك، يعني بطاطا اللي عندنا مهمه حنا كمغاربه واللي تيبغيو وليداتنا وداكشي، نكونوا خديتها بواحد الكميه اللي هي كبيره. تيكون عندي الخضره بحال دابا، بدل ما تيكون عندك الخضره تتقدايها، ما تتكوني يلاه مقديه الخضره من هذاك الشهر، يعني راه تتكوني مديره بحساب تتخليه حتى الاخر ديال داك الشهر عليه ديري الشهر الابيض، تتقداي ديال 15 يوم مثلا، وتتبقاي غاديه بها، تتمشي بها. بالنسبه للخضار الصراحه تيكون صعيب شويه انك تاخدي ديال شهر كامل، ممكن انك تخلي واحد المبلغ من الشهر اللي فات ديال تقضيه ديال 15 يوم تخليها محطوطه، باش فاش يوصل وقت الخضره تكوني دايره. وإلا كان عندك غير هذا المصروف ديال 15 يوم ديال الخضره ما تتحسيش به، يعني راه ممكن نعتبروه حتى هو شهر ابيض، لان كاين شي مواد صعيب انك ديري لها السطوك، وصعيب انك تشري ديال شهر كامل، خصوصا الخضار والفواكه. وصافي تيكون عندك اللحوم كافيه، الدجاج كافي، تينفعوك بزاف، راه تقدري توصلي تبقى لك غير سيمانه وعاد تحتاجي الخضار. الا كان عندك في المجمد بزاف ديال المواد وبزاف ديال الخضار اللي انت مقاداها تما، حكه مثلا القرعه الخضراء، حكه داك خيزو، بغيتي تحتاجي في شي حاجات اخرين، فهمتي، تتخططي. وسبحان الله راه كل مرة تتخطط بالطريقه ديالها، يعني كاينه اللي تتوجد داكشي ديال الكوتي مثلا باش ما تضطرش انها تشري الخبز لان ما عندهاش الوقت فاش غادي تعجن مثلا. انا تهضر لكم على كل وحده والظروف ديالها. المراه اللي خدامه ماشي هي المراه اللي جالسه في الدار، تيكون عندها الوقت، تيكون واخا تيكون الوقت عندها حتى هي عامر وتتكون فيه الشقه وهذا، ولكن ماشي بحال المراه اللي تتخرج برا، تتكون عندها واحد الضغط اكبر. المراه اللي في الدار تتشقى تقريبا مطلوقه شويه، تدير داكشي اللي بغات، اللي ما بغاتوش ما ديروش داك النهار، ماشي بحال السيده اللي خدامه تتخدم برا وبزز عليها فاش ترجع ضروري خصها دير بزاف ديال الحاجات، خصوصا الاكل خص يكون الاكل متوفر. المهم هنا خص كل مرة تخطط على حساب دوك الحاجات اللي تتخسر فيهم الفلوس توجدهم. علاش؟ باش داك المصروف ديال المطبخ كامل يشيط ليها، يكون فاش يعطيك الزوج ديالك ديك 2000 ولا 2500 ولا 1500 ولا 1000 درهم ما تخسري منها والو، غتشديها تحطيها، غتستعمليها في شي حاجه تكوني مخططه انك بديري بها شي حاجه، وتقدري تكوني مخططه انت بديريها عيد الادخار، ما عندكش مشكل، ما عندكش ما باغا تشري حتى حاجه، باغا ديريها الادخار ما كاينش مشكل، تتحطيها. وبالنسبه للسيدات اللي تيديروا الشهر الابيض على المانضه ديالهم، فهما خص يكون عندهم واحد التخطيط دقيق، يعني خصهم يعني مثلا تيوليو ان خاص هذاك الشهر الابيض خاص يكون عندها واحد الظرف فيه الفلوس ديال هنا تتلعب ديك النقطه ديال الادخار وديال التحديات وديال ان يكون عندك ستوك كبير وزوين، بان هنا تيعاونك هادشي بزاف. وداكشي ديال التصبير حتى هو راه تيعاون على الاقتصاد، حتى هو تيعاونك بزاف ديال المواد ما تاخديهمش فاش تمشي تقضي الخضره، تجيبي غير داكشي البسيط او الاساسي، مثلا بحال دابا تجيبي بطاطا خيزو، تجيبي لاف، تجيبي شي اشياء بسيطه، يعني التقضيه ديالك تتكون قليله، ما تجيبيش ديك الجلبانه اللوبيا، كاين اللي حتى الشيفرون ما تجيبوش، كاين تتكون مصبره، فهمتوش بغيت نقول لكم، يعني تتكون التقضيه ديالك تختصري فيها. كما قلت لكم هذيك اللي تتكون عندها الشهر الابيض بغات ديروا بالمانضه ديالها، تدير تيولي عند اش تدير اظريفه، تيكون عندها الظرف فيه المدرسه ديال الوليدات،
لذاك الشهر اللي بدير فيه الشهر الابيض، راه ما تحطوش دقه واحده، هي مخططه ليه داك 6 شهور ولا نقولوا حنا عام. كل شهر قاسمه على حسب داك المبلغ اللي عندها، كل شهر ها شحال تتحط في المدرسه، باش فاش يجي الشهر الابيض تبغي دير الشهر الابيض يكون مجموع عندها الخلاص او داكشي باش غادي تخلص المدرسه ديال وليداتها، يكون عندها باش غادي دير المازوت في هذاك الشهر، يكون عندها الفلوس باش غادي تقدى الخضار والفواكه وداك التخربيق كامل في واحد الظرف، يكون عندها كاع دوك لي شارج ولا كاع هذيك الحاجات اللي تتخسر فيها فلوسها تتكون قاسمها على اظريفه، بحال كيما تنقسموا الميزانيه ديال سميتو الميزانيه ديال المطبخ. ودابا هذا الشهر الابيض ممكن يدار بجوج طرق، يا اما تتوفري دوك المواد يا اما تتوفري الفلوس ديالهم من الشهور اللي فات. هادو جوج احتمالات، ما كنتيش دايره ستوك مثلا، نهضروا على البنات اللي ما دايرين لا ستوك، ما تيعجبهمش يخزنوا، ما تيعجبهمش يديروا كاع داكشي، تيعتبروه تخربيق او تيعتبروا ان ما تيقدوش عليه مثلا، او الظروف ما تسمحش لهم انهم يخزنوا شي اشياء. اش دير؟ تتبدا تخلي الفلوس ديالهم، تتوفر الفلوس ديالهم لهذاك الشهر الابيض، باش فاش يجي داك الشهر الابيض تكون هي موافره باش غادي تقدى لذاك الشهر، وما تقيش هذيك الفلوس ديالها لهذاك الشهر اللي بغات ديرو شهر ابيض. تنتمنى يعني انا كثرت عليكم الهضره، تنتمنى تكونوا فهمتوني وفهمتوا المبدا ديال هذا الشهر الابيض. هو مجرد تحايل على المصروف، كبزاف ديال التحديات اللي تنديروا، يعني وهاد الكلمه ديال التحايل راه نقولها لكم بزاف في الفيديوهات، يعني راه تيكون عندك نفس المبلغ، غير الطريقه ديال التعامل ديالك معاه هي اللي تختلف. تتشوفي يعني تستافدي، ما تفرجيش في قناه وحده، تشوفي بزاف ديال القنوات، تشوفي بزاف ديال الافكار، تشوفي كل وحده كيفاش تتعامل مع المصروف ديالها، شنو الخطط اللي تدير، الحيل كاينه اللي تتعرف تتعامل مع دوك الفلوس. المهم الاساس من داكشي ان اللي تنبغيو نوصلوا ليه هي انك ما تكريديش، ما تحتاجيش تسلفي مع شي حد، الكريدي ديال الحانوت يحيد، تكوني مرتاحه ملي تشدي دوك الفلوس ديالك، ما تكونيش مستريسيه وتتقولي ما عرفتش يكفاوني ولا ما يكفاونيش، كلشي غلا كلشي كذا كذا. يعني هاد الحيل هذه اللي تنديروا ديال او التحديات اللي تيداروا في المطبخ راه فقط باش تسهلي عليك الحياه، هي راه ما تزيديش الفلوس من شي بلاصه اخرى، يعني راه فقط هذوك الفلوس تيبقاو يدوروا يدوروا يدوروا، وتديريهم تحاولي انك راه مع الوقت عاد تتولي تعرفي تتعاملي معاهم وتتعرفي كيفاش ديري. تنتمنى هذا الفيديو يعني يكون مفيد، ما باش نزيد نطولوا اكثر، نقدر ندير فيديو اخر نعاود نهضروا فيه على هذه المواضيع. تنتمنى ديروا لي الاسئله ديالكم اللي بغيتوني نجاوبكم عليها، باش نعرف انا شنو هما المشاكل اللي عندكم، الحاجات اللي ما فهمتوش. وهذا تنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى وفائكم وعلى المسانده ديالكم، وتنشكركم بزاف، وما تنساوش ليا اللايك والمشاهده بلا ما نقولها لكم يعني لا كان ممكن. وشكرا على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم. نمشي نصايب انا المسمن ديالي اللي نصايب ديال الكوتي. تنشكركم بزاف على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.